السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ معلومه عابره كده. كلبك مش بيشوف الدنيا بالشكل اللي انت شايفها بيه. وحط الموضوع ده حلقه في ودنك، الموضوع ده مهم جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلبك مش شايف بكل بساطه الجزمه الكوتشي اللي قطعها لك اللي انت دافع فيها دم قلبك، مش شايفها جزمه كوتشي مدفوع فيها دم قلبه، لا خالص. هو شايفها عضاضه، قد يكون تبويظه ليها سبب ان هي متاحه قدامه من غير ما حد يصلح له واحده واحده طبعا وبمكافئات، ويقول له لا دي احنا ما بنجيش جنبها. او قد يكون ان انت حاطط توقعات عاليه قوي على كلبك وهو لسه مش مستعد ليها. تمام، نفس القصه شنطتك اللي جابتها لك تمام نصين، او اشاربك اللي هي شدته او عملته كلبتك او كلبك، نفس القصه بالملي. هو مش شايف الدنيا زي ما انت شايفها. هو مش شايف ان انا بدفع الفلوس دي دم قلبي، ومش شايف ان انا الحاجه اللي هو بوظها دي حاجه هو بوظها اصلا، او ان هي قابله للبوظان. هو ما عندوش لغتنا ولا عنده مفاهيمنا. تمام، فبكل بساطه لو انت ايا كانت الحاجه اللي انت عايز تعلمها لكلبك، تمام، على سبيل المثال انه ما يجيش جنب شباشبك مثلا او جزمك او الكلام ده كله، لازم تدخل وتدور او تستعين باهل الخبره عشان يعلمك ازاي احنا بننقل الكلب من مرحله انه عايز يخطف الجزمه او يلعب بالجزمه، تمام بس، لمرحله ان هو يبقى حابب انه سايب الجزمه. ادي نعمل حاجه كويسه راضيه وبتاع، وان في مصلحه مشتركه ان انا سيبني من الجزمه. فهو ولا كلبك ولا كلبتك بيفكروا في الدنيا ولا بيشوفوها بالشكل اللي انتوا شايفينه. تاني حاجه نفس القصه، هديكم مثال على سهم بسرعه. سهم هناك اهو، مش عارف هتشوفوه ولا لا. يعني اهو، ثانيه بقى، اهو تمام، سهم ده كلبي. تمام، ما ينفعش ان انا ما ابقاش معلمه اوف ليش، تمام، ثم اتوقع انه هيجي هو ولا يعرف ان اصلا ايه ده انا ما سمعتش كلام صاحبي ولا سمعت. انما لو ناديت سهم، تعال صاحبوكا، تمام، ليه اللي حصل دلوقتي؟ ان انا شغلت اوفليش كتير اوفليش كتير، وعلمته يعني ايه الاوفليش وهو لسه صغير على فكره. يعني لسه في مرات مش هيسمع كلامي، مسافات مش هيسمع كلامي، فبالتالي عارف ان مصلحته انه يجي. اهو ناديته اهو، تمام، ماشي. ثانيه واحده بس، الكاميرا ايه اتعوجت. بسم الله. تمام اهو حواليا، هسيبه شويه يشمشم، هحتاجه. تمام كده، انا طبعا بطلع بيه رحلات استكشاف كده، بحيث انا يعني هو يعني ايه يحب يلفلف والكلام ده كله. من ساعه ما انا ناديته هو موجود حواليا. ليه؟ عشان هو اتعلم انه يجي ويروح ويستنى والكلام ده كله. ما ينفعش ان انت تبقى شايف ان المفروض كلبك بعد ما سيبه يرجع لي، لان اصلا في لغه الكلاب انت عمرك شفت كلب في الشارع بيقول لصاحبه روح وتعالى؟ تمام، صعبه يعني. انا الافيه طبعا مش واصل قوي، بس هي صعبه. هي بكل بساطه، بكل بساطه لازم تبقى معلمه بالمكافآت، جدا بالمكافآت فوق ما تتخيل. انه يجي انه يجي انه يجي انه يجي، فيبقى بيحب الموضوع ده. تمام، هو انا كنت سايبه فتره يسرح فسرح، ناديته بقى حواليا اهو. تمام اهو، ثانيه، تمام، صح، خد تعالى سهكوك، ازيك، عامل ايه؟ تمام، وصلت ولا لا؟ اظن ان هي وصلت. واظن ان انت لازم تبدا تتعامل مع الكلب انه حيوان، وحيوان ذكي جدا، وحيوان يعني حريف في حاجات كتيره جدا، وربنا خلقه لنا ومسخره لنا. تمام، مش ان هو بني ادم. عشان ما تقعدش بقى تقعد جو ايه بقى الضراير ده ان انت كلبي وعامل دماغه من دماغه يا ابن الذين. مش علمه، علمه كلبك، كلبك مش بيشوف الدنيا زي ما انت بتشوفها، فعلمه علمه علمه. وحاليا فعليا بقى في علم وعلوم تدريب كتيره جدا حل اغلب مشاكل الكلاب، بل بالعكس بتقلب الكلاب اللي مش شاطره شاطره جدا. بس كده، واتمنى تكون الصوره وصلت. تمام، خد الامور بالراحه، ما تعملش راسك براس كلبك. انت انسان، انت انسان، انت انسان. ربنا كرمك بالعقل اللي يخليك بأتفه الحيل واصغر الحيل تقنع كلبك يعمل اللي هو عايزه. ما تخشش في خناقه مع كلبك، خليها ايه، اتنين صحاب مع بعض. يلا صح، صح، يلا، خد تعالى. انت فين؟ كنت شاطر والله، تاخد 20. كنت شاطر. بس كده، سلام عليكم.